ليك يا صديقي، بهذا الفيديو أنا ماني جاي أحكي لك مواعظ وكلام تنمية بشرية. حابب دردش معك ومع أي شخص بشوف هالفيديو هذا الكلام ونتناقش فيه، ونتناقش بمستقبلنا وواقعنا وكيف ممكن نأثر على حياتنا بالإيجاب. خلينا نكون متفقين إنه أنت ككائن حي مجبور تعيش هاي الحياة، شو ما كان وزنك، شو ما كان طولك، شو ما كان عمرك، شو ما كان درجة المال والجاه اللي انت واصل له، مجبور تعيش هاي الحياة. رح تفيق وتنام وتستمر بالحياة بشكل لا إرادي. فباختصار ومنطقيا انت خلال رحلة الحياة اللي مضطر تعيشها لازم تحاول وتكون أفضل نسخة منك حتى انت تعيشها مرتاح. صدقني يا عزيزي، التعب اللي رح تقدمه لحتى تبني جسم رياضي وصحي أقل بكتير من التعب اللي رح تحس فيه وقت تعاني من الأمراض ومن زيادة الوزن. والتعب اللي رح تقدمه لحتى تدرس وتاخذ بكالوريا وجامعة وتطلع بأعلى الشهادات وأعلى العلامات أقل بكتير من التعب والوجع اللي حست فيه الناس اللي ما قدرت تدخل جامعة وكانت مجرد حلم حياتها الكبير إنه هي تدخل جامعة أو تحصل شهادة بكالوريا. والتعب اللي عم تقدمه وتجتهد فيه لحتى تحصل فلوس وأموال تعيش فيها أنت وعيلتك أقل بكتير من تعب الشخص اللي ما معه ياكل وفقير تماما 100% وما قدران يعمل أي شيء لنفسه ولعائلته. فهذا منطق الحياة وهي قسوتها. فرسالتي لك، شو ناطر لحتى تبلش بالشغل والرياضة والعمل والدراسة؟ شو ناطر لحتى تبلش شغل على نفسك وعلى أخلاقك وعلى ضميرك وعلى إنسانيتك، وبالذات الناس اللي موجودين بداخل سوريا؟ أو رسالتي نوعا ما موجهة للناس السوريين، شو ناطرين لحتى نحن نشتغل على حالنا بشكل حقيقي؟ صدقني الوقت رح يروح وما رح يرجع. ابني الامبراطورية الخاصة فيك ولو كانت بعقلك فقط. باشر ولا تخاف من أي شيء ومن أي ردة فعل، وخصوصا الناس اللي ممكن تتمسخر عليك. صدقني هاي الناس بالذات عم تعاني أكثر منك حتى لو شفتهم مرتاحين نفسيا أو ماديا. خليك ذكي وعيشها صح، العاب رياضة وظبط جسمك، دروس وخذ أعلى الشهادات، سافر، طلع مشاوير، حاول تظبط شغل خاص فيك وبزنس خاص فيك، اعمل أي شيء على كيفك وعمول الحياة الخاصة فيك تماما. وبالمناسبة يا عزيزي، أنا بلشت محتوى ولهلأ مستمر بالمحتوى بجهاز واحد، لا آيفون ولا سامسونج، شاومي نوت 10، وكاميرته جدا متوسطة، ولكن رح ضل صور ورح ضل نزل فيديوهات ورح ضل أعمل محتوى لحتى انشهر وأعمل الشيء اللي أنا بحلم فيه واللي عكيفي. بتشارككم هالكلام لعل وعسى حدا يستفيد ويتحفز إيجابيا ويقوم على حياته، وبالتوفيق للجميع، وإن شاء الله كلياتكم بتعيشوا حياتكم بشكل صحيح 100%. وسلام.